سارة، انا عايزه اخرج النهارده مع اصحابي، بس المفروض كان عندي حصتين اذاكرهم مش عارفه اعمل ايه. طب ما ينفعش تأجليها بالليل وتذاكري مثلا شوية الصبح؟ لا بالليل ايه؟ ده هما اصلا هينزلوا من 3 عشان هنتقابل على 5 كده، فانا كمان المفروض اجهز من قبلها. منفعش. بصراحة أنا شايفة إنك تفكسي وتقعدي تذاكري أحسن، يعني تبقى لك كذا يوم ما تنزلي ومش بتذاكري خالص. بس انا عايزه اخرج قوي يعني. طب خلاص، ممكن لما ارجع بالليل ابقى اذاكر شويه. ماشي براحتك. أنا متأخرة أوي في المذاكرة، مش عارفة ألم المناهج خالص. كل ما أجي أذاكر ألاقي حصص جديدة نزلت. أعمل إيه؟ طب ما تجربي تعملي جدول، يعني انت لو ذاكرتي كل يوم حصتين هتلاقي الموضوع ده كله اتلم معاكي في أسبوع ولا حاجة. حصتين؟ حصتين كتير قوي في اليوم. ده كده راحت تطلع يا بنتي. طب شوفي يعني اللي يناسبك، بس أهم حاجة لازم تذاكري كل يوم حصة على الأقل. ماشي هشوف. اعمل ايه يا ساره؟ انا كل يوم بقعد اقول هذاكر هذاكر، في الاخر بتسحل واليوم بيضيع مني وما بلحقش اذاكر. انا بجد تعبت. طب هقولك على نكته ولو ضحكتي هساعدك. مره واحد رجع في كلامه خبط اللي وراه. شفتي؟ قولي لي بقى فاضلك كام حصه؟ مش عارفه، من كتر ما هما كتير انا مبقتش اعد، بس هما كتير قوي يعني. انا تعبت. مره واحد رجع في كلامه خبط اللي وراه. اعمل ايه بقى؟ مره على فكره حلوه. خلاص يا بنتي، يعني مبقتش حلوه. يا سلام، يعني انت كل يوم تشتكي لي من المذاكره وانا يوم ما اقول نكته تقولي لي مش حلوه؟ والله هي النكته يعني زي مشكلتي يا ساره؟ يا بنتي ما هي النكته بتتقال عشان نضحك عليها، والمشكله بتتقال عشان نحلها. مش معنى بقى لما اضحك على النكته بتاعتي كذا مره تبقى وحشه، ولما انت تحكي لي مشاكلك كذا مره تبقى حلوه. خلاص أنا مش هشتكي لك تاني. يا بنتي انا مش بقولك كده عشان تزعلي، انا بقولك كده عشان يعني فعلا تحلي الموضوع وتبطلي تشتكي وخلاص. اصل انت مش بتاخدي خطوه ولا بتحلي الموضوع، فكل يوم هتفضلي متضايقه وكل يوم هتشتكي وتتضايقي اكتر. طب ما تقومي تذاكري وخلاص وتحلي المشكله يعني. ما انا مش عارفه اذاكر. لا انت تعرفي، انت لو عايزه تذاكري هتذاكري. قومي ذاكري دلوقتي حالا وهتلاقي نفسك بتنجزي على فكره. يلا قومي طيب، وانا هعمل لك كوبايه شاي عشان تعرفي تركزي. حلو كده. ماشي. وصل تحت ليه؟ وصل تحت ليه؟